ايه الاغراءات والمميزات اللي قدمها النادي الاهلي للمدرب المغربي حسين عموتة عشان يوافق على تدريب النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي كبير واي حد يتمنى ان هو يدرب النادي الاهلي، ولكن في بعض الاغراءات والامتيازات اللي قدمها مسؤول النادي الاهلي للمدرب المغربي عشان يوافق على تدريب النادي الاهلي الفترة اللي جاية. خلاص رسميا حسين عموتة المدير الفني النادي الاهلي لمدة موسمين. الاهلي لما ارسلوا له العقد عشان يمضي عليه ويوافق عليه قالوا له ليك شهرين، ودي الامتيازات اللي قدمها النادي الاهلي في حالة الفوز ببطولة الدوري العام. ليك كمان شهرين مكافأة لو في حالة فوزك بالبطولة الافريقية. ليك شهر لو فزت ببطولة السوبر المصري، وليك كمان شهر لو فزت ببطولة السوبر الافريقي. بس كده لا، ده انت كمان هتاخد قيمة شهر من العقد هنعمل لك به اعلان لو جمعت بين البطولات دي كلها. شفتوا قد ايه الامتيازات اللي مقدمها النادي الاهلي للمدرب الجديد حسين عموتة؟ نقول تاني، شهرين في حالة فوزه ببطولة الدوري العام، شهرين مكافأة كمان في حالة فوزه ببطولة أفريقيا، شهر مكافأة لو فاز ببطولة السوبر المصري، شهر كمان مكافأة لو فاز ببطولة السوبر الأفريقي، شهر كمان وده خارج العقد لو جمع بين البطولات كلها يعمل به إعلان. طب ايه اللي جمع ده كله وخلاهم اتفقوا على حسين عموتة؟ وائل جمعة مدير الكرة حاليا دلوقتي له تدخل كبير جدا جدا في حسين عموتة. قال لهم ده انا اعرفه وعنده شخصية قوية جدا جدا، وبرضه هناخد رأي ابو تريكة علشان كان موجود في قطر وعارفه اكتر مننا. لما اتكلموا مع الكابتن محمد ابو تريكة قال لهم مدرب عنده شخصية كبيرة جدا وقوية وعنده بطولات وكمان معروف في الوطن العربي. واللي زاد الدعم اكتر سيد عبد الحفيظ وياسين منصور. ولما قعد ياسين منصور يجيب مدرب اجنبي، الكابتن الخطيب قال له لما جبنا جوزيه ما كانش معروف وجه وعمل بطولات مع النادي الاهلي، لكن دلوقتي الظروف اتغيرت والسوشيال ميديا خلت التواصل موجود بين الكل، فدلوقتي حسين عموتة معروف وله ظهير جماهيري كبير جدا في المغرب. ده هينفعنا الفترة الجاية. كمان راجل جاي وعامل بطولات كبيرة وعارف المنطقة العربية وشخصية كبيرة جدا وقوية هتنفع